وايه بقى في التلفزيون على الفضائيات امام الاسره كلها. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. في عندنا بقى مواضيع طبعا جديدة جدا عايزين نتكلم فيها. في موضوع شائك شوية انا شايفة كل الناس بتتكلم عنه. وفي قولان كده، في يعني كل الناس بتتجلى على الفيس والسوشيال ميديا. كل واحد بيدلو بدلو، فانا قلت ادلي بدلو انا كمان. يعني انا جت عليا وقفت ادلو بدلو انا كمان. بالظبط. مش بلوجر، احنا بلوجر ولا مش بلوجر بقى؟ ده احنا بودكاست، ده احنا جامدين جدا. بالظبط. ده اكبر من البلوجر، ده اكبر من البلوجر، من البلوجر ب3 ايام بالظبط. اكبر منها بحبة حلوين بالظبط كده. فاحنا سمعنا فيديو فاطمة هي سمعته وقالت لي احنا ممكن، يعني لان كل الناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده، فاحنا ايه هنشغل الفيديو ده نسمعه الاول مع بعضينا، وبعدين يعني هنسمع حتة منه كده صغيرة عشان نعرف احنا ايه الموضوع اللي بنتكلم عليه. شغليه لنا انت يا فاطمة كده. ماشي. هو ايه، انا قلت يبقى انطلاقه لانه احنا قلنا انه كل الناس تتكلم عليه، لازم نجيب الدليل بالظبط. ان كل الناس تتكلم عليه. يعني مش اجيب انا لكم اللي الدليل. قالوا له بالظبط. فالفيديو ده لبنت اسمها نهى احمد على الانستجرام. هحط الهاندل بتاعها، الات بتاعها هنا، لو حد حابب يدور عليها ويشوفها هي شخصيا ويشوف باقي الكونتنت يعني بتاعها. انتوا فين يا حبايبي؟ الناس بتاعت خدش حي الاسره، انتوا فين يا حبايبي؟ انتوا شفتوا اللقطه بتاعت مسلسل سوا سوا دي زينا؟ يعني عادي زينا؟ عديتوها؟ ايه القرف ده؟ انا بس اللي هيجنني ازدواجيه المعايير اللي عندنا، ان نفس الفعل او يمكن اقل منه اللي بيعملوا البنات على التيك توك، بغض النظر ان انا بختلف مع بعض الناس على التيك توك، بس انتوا بتحاكموهم بتهمه خدش الحقيقي العام. طب والناس اللي على المسلسلات والافلام وزهقنا من كتر ما بنتكلم، واعتقد ان احنا صوتنا واضح بما فيه الكفايه، بس مفيش حاجه بتتعمل. يرجع يقول لك لا اصل هم بيمثلوا في مسلسلات بتعرض على منصات غير مصريه. باشا صباح الفل، طب ما التيك توك غير مصري، اليوتيوب غير مصري، اي بلاتفورم عندنا مش مصري، والبنت بيتقبض عليها خدش حقيقي عام وتروح في 60 داهيه. اما الممثله الفاضله اللي بتطلع لا زي الفل. ايه ده؟ مشكلتنا بقى الحقيقه ان احنا ما عندناش بورد كده معين نرجع له ونقول هو ايه هو اصلا خدش الحقيقي العام. يعني معلش، انا ممكن اعمل فعل يبان لك ان هو خدش حقيقي، واحده ثانيه تعمله انت تعدهولها، ما انا مش فاهمه. اديني كده معلش قانون واضح يقول لي ايه هو خد. بالظبط. احنا عايزين نعرف بقى ايه هو المعايير اللي احنا نقول عليها ده غلط، ده خدش حقيقة، ده عادي، ده تمام يمشي، ونلتزم بيها كلنا بقى، سواء كنا بلوجر، انفلونسر، ممثلين، مذيعين، مبرمجين، اي حد بقى، اي حد كلنا نمشي وراها. علشان ايه؟ ما احنا كبلوجر ما لا يعني احنا محطوطين تحت المنظار السبوت لايت. ولا انت لو قلت كلمة غلط، وانت لو جيت على فلانة ولو جيت على علانة والممثلة الفلانية لو قلت عليها كلمة خلاص هي هتجيبك عشان هي اصلا ممثلة كبيرة. لا انما ان احنا نروح بقى للبنت بتاعت التيك توك يا عيني الغلبانه اللي عامله فيديو في اوضتها في بيتها بالظبط وبتحاول تقدم محتوى ممكن يكون يصدر منها حاجه مش تكونش مقصوده، او ممكن يعني طبعا احنا مش مع خدش الحقيقه، احنا ضد طبعا، اكيد احنا ضد ان احنا نقول حاجه تخدش الحقيقه، واحنا محافظين جدا على ان احنا دايما كل محتوانا يبقى يعني ينفع لكل افراد الاسره، ما بنتكلمش ونخرج يعني خروج مش قانوني زي ما بيقول عن اي حاجه. فبنحاول ان احنا من يعني مع ان ساعات بيبقى الواحد بيتعرض وبيتطرق لحاجات كده ممكن تخليه يخرج عن شعوره يعني. الفكرة زي المسلسلات الغريبة اللي معروضة عندنا. الفكرة ان احنا ما بنتكلمش في حاجة مش موجودة، يعني مثلا في حاجة هي بتقولها كمل لنا لو في حتة معينة. مشهد واحد خارج في مسلسل انا عايش في جلباب ابي، واحد ده حتى عبد الوهاب لما رجع من السفر كانت امه بقى المفروض تاخده بالاحضان ومش عارف ايه خالص. حبيبي الحمد لله على السلامه حبيب امك. انا بقعد اتفرج على المسلسل ده جنبي ولاد اخواتي ولا ولاد صحباتي، انا مطمنه مفيش اي لفظ خارج ولا اي حاجه، انما ايه القرف اللي احنا دلوقتي بنعمله؟ ايه القرف ده؟ شيء قسما بالله انا واحده من الناس لما عرفت ان في بنت اختي اصحابها في المدرسه متابعيني بقيت بحترم نفسي وبتقي ربنا في المحتوى بتاعي، فما بالكم انتوا ملايين بتتابعكم. فهي ده اللي احنا بنقوله، انه
الناس احنا بتشوفك كتير، فانت لازم تكون انت قدوة ليهم. يبقى ما ينفعش ان انت تقدم اي حاجة. طب ده يمشي على مين؟ يمشي على البلوجر، يمشي على الناس اللي بتقدم حاجة في بيتها، يمشي على الناس اللي بتقدم حاجة في الشارع، يمشي على الناس اللي بتقدم مسلسلات، يمشي على الناس اللي بتقدم افلام، كل حاجة. مش المشكلة بقى ايه؟ انه قبل رمضان، ليالي رمضان، يعني ليلتها في برامج مش هنقول اسمهم، استضافوا ناس من الهيئات بتاعة وزارة الثقافة ومدينة الانتاج والكلام ده كله، وبيتكلموا عن المسلسلات اللي هتنزل في رمضان، وازاي ان احنا مش مهتمين بان احنا نعمل مسلسلات كتير وخلاص، لا، في مسلسلات بتهدف الى افكار معينة، واحنا مهتمين على انماء الثقافة وارثاء العادات والاخلاق والمش عارف ايه. سبحنا تاني يوم لقينا عك، ما خلاص. زي ما بيبقى بزراميط بقى، بدأنا بزراميط. اول حلقة في برنامج معين ساعة الفطار واحد بيخوض في اعراض واحدة بالظبط. احنا كده وجرسنا لهم على السوشيال ميديا. ده احنا لسه امبارح ده الكلام ما بريتش. خروج عن القانون جامد جدا يعني. وبعدين ما ينفعش بقى يعني انت تقول لي انا كبلوجر مثلا او اي حد مثلا بيقدم اي حاجه تقول لا التزم بالمعايير مش عارف ايه وبالحياء وخدش الحياء والكلام ده كله، وبعدين انت تيجي انت كممثل كبير ومذيع مشهور وما اعرفش ايه تحلل لنفسك انت الكلام ده من منطلق ايه؟ ان هم وراهم شركة هم يقدروا مدفع لهم اعلانات. انت بقى جاي لك شركة متفقة معاك وعامل معاها ديل والكلام ده كله، وعايز تقدم حاجات اوفر وتجيب لك مشاهدات عالية. لان انت لما هتيجي تجيبي، انت مش هتجيبي الممثل بس، انت هتجيبي اللي كتب السكريبت، وهتجيبي شركة الانتاج اللي وافقت على الكلام ده، وهتجيبي شركة الشلة كلها بالظبط، وهتجيبي شركة التلفزيون اللي هي بتاعت القناة نفسها اللي اشترت رخصة المسلسل وعرضته على القناة عندها، وكمان الممولين اللي دفعوا اعلانات عشان تتعرض في وقت المسلسلات دي هتخسر فلوسها. بالظبط. يعني خلاص مش هنلغي كل الناس اللي عرضت حتى في وقت فانت مش هتجيبي الممثل بس، انت هتجيبي كل الناس بقى، المخرج والكاتب دخلت في واصحاب القناه وشركه الانتاج اللي صرفت فلوس وقناه التلفزيون. فلا، انما البلوجر لوحدها على التيك توك دي سهل ان نقبض عليها هي لوحدها. دي هي يا عيني دي صيده سهله ان احنا نجيبها في اي وقت ونبهدلها ونحبسها ونقول لها انت بتخدشي الحياء وانت ما ينفعش ان انت تقدمي بتاع وده تمامهم. يعني احنا نقدر ان احنا نبهدل اي حد عشان هو لوحده وما عندوش اي حد وراه يقول له انت. انما الممثله اللي في التلفزيون انت مش ما حدش يقدر يرجع لها دي، عشان دي وراها منتج ومخرج وشركه دعايه واعلان وشركه انتاج وناس بيحموهم هم بالظبط. فالمشكله بقى انه ده بيجر وراه مشاكل تانية كتير. بالظبط. يعني لو انت دلوقتي اوكي في بنت او شاب او whatever بيقدم محتوى معين مش مظبوط، بالظبط، وفي سن الشباب طبعا مش معاه ضده على لا انا هقولك على حاجه بالظبط بيعمل كده تمام في سن الازدهار بتاع اوكي 17 18 20 متاخره ده تمام. مش اول خطوه حاجه بنعملها بنحبسه، بجيبه من قفاه وبحبسه على طول كده. مش لازم نعلم ونفهم الاول ونقول ده الكلام ده غلط وان ده ما بيسمحش بيه ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. ما فيش رب اسره او ما فيش رقيب او whatever ايه الموضوع. اول حاجه بنعملها بنحبس على طول. يعني انتوا بتجيبوا بنات صغيرين وكده من التيك توك بتبهدلوا بهدله جامده جدا. القصص اللي حصلت بتاعت انه مش عارف مين اتحرش بمين وخبطها مش عارف ايه وتعدى عليها، ما بنحبسوش بقى. الحاجات دي بقى دي خلاص ده ما حبسنا شهرين 3 واستكفينا خلاص معلش عشان ما نبوظش مستقبله. يعني ده ما نبوظش مستقبله. انما التيك توكر whatever هي مين دول بقى خدش الحياة دي اللي بوظ مستقبله. احنا بصين لهم بس في ان هم بيطلعوا علشان هم بياخدوا فلوس كتير وبيعملوا معرفش التكبيس ومش التكبيس وبعتوا لنا معرفش ايه وبعتوا لنا ايه. هم خدوا فلوس كتير وجات لهم تحويلات وكان لهم كذا، فهم عشان يجي لهم كل الكلام ده فبيضطروا يخرجوا عن الحياء وبيقدموا حاجات مش كويسة. في ناس بتقدم حاجات كويسة وحاجات ليها محتوى وحاجات ليها موضوع، وفي ناس بتقدم اوكي حاجات مش كويسة. الحاجات اللي مش كويسة ما احنا ضدها وكل الكلام ده محتاجة تقويم ومحتاجة انها الدنيا تتعدل وانها تتظبط، ولكن احنا ما نسمحش بده
يعني نيجي بقى في الحتة دي وما نسمحش بيه، ولكن احنا بقى على التلفزيون او على الفضائيات والكلام ده كله نسمح بقى بالحاجات براحتنا التانية بقى. عادي بقى. الباشمهندسة الرقاصة اللي في الفنان المشهور احنا عارفينه طبعا، متجوز الفنانة المشهورة اللي لسه مطلقها من الشهر اللي فات ولا من قيمة شهرين 3، 5-6 شهور. عمل المسلسل لوحده. طبعا السادة المشاهدين عارفين هو مين، احنا مش هنقول يعني، هو كلنا عارفين هو مين. هي اللي اتشهرت، والست اللي بتطلع معاه اللي هي طالعة رقاصة او ما مش عارفة whatever، طالعة يعني مهنتها ايه او طالعة شخصيتها ايه. ايه طول ده بقى؟ المسلسل عمالة يعني حاجة قلة أدب وطريقة مش لطيفة جدا في التعامل ولا في رمضان. طب ده مسموح لهم الكلام ده ازاي يعني؟ مش فاهم. وايه بقى في التلفزيون على الفضائيات امام الاسره كلها، واحنا قاعدين كلنا وصايمين وبنفطر وبنعمل، وبعدين نشوف حاجات تخرجنا اصلا عن جماعة صيام رمضان مش صيام اكل وشرب بالنهار بس، صيام الشهر كله، صيام عن حاجات كتير، صيام الجوارح، وصيام ان احنا نبطل ان احنا نشتم حد، وصيام ان احنا نبطل نعمل حاجات غلط، وصيام ان احنا نبطل كل حاجات بتأذي الناس، بتأذينا وبتأذي الناس. ازاي بنعمل هو مسلسل صيام اكل وشرب بس، ومش صيام قبل فترة الصيام بس، صيام الصبح وبعدين بعد الفطار نعمل اللي احنا عايزينه، ننزل بقى ونتحرش بالستات ونعمل اللي احنا عايزينه بقى، ونتفرج على الرقاصة ونتفرج على الرقاصين ونعمل اللي احنا كله بقى. ما ينفعش الكلام ده، محتاجين رقابة حقيقية واحترام للشهر الكريم. كنت بقول لك بقى ايه، انه احنا ده عرفنا نعمله، لان هي بتقول لك المثال اللي انا عايش في جلباب ابي حتى موجود. لما لن قال لك المسلسل عبد الوهاب لما سافر ورجع، هي قالت له الحمد لله على السلامه يا حبيبي، ما حضنتوش حتى، ما خدوش في حضن، واسمها امه في المسلسل، امه يعني وهي كانت عبله كامل، فعبله كامل بالظبط. فهي يعني احنا كبيره عن انها تعمل، حتى لو عملت حاجه زي كده احنا ممكن نتقبلها منها، ولكن بالزبط. هي ما عملتش كده حتى. احنا بنعرف نعمل ده في السينما بالظبط، بنعرف في نعمل حاجه نقدر نقدمها باحترام. فاحنا مش عايزين اللي مطلوب دلوقتي واللي احنا بنتكلم فيه وبنضم صوتنا للصوت الاستاذه اللي نزلت الفيديو، ان احنا عايزين لا نكيل بمكيالين. بالظبط، لا نكيل بمكيالين عشان خاطر دي بنت كلبانه ومش عارف ايه ويطلق عليها بلوجر في التيك توك وبتاخد فلوس قد كده وبتاع، لا دي نجيبها من قفاها ودي ولكن في المسلسلات عادي، لا دول اصلهم دول فنانات، دول مسموح لهم، دول مصروف عليهم، دول بقى تبع المخرج والمنتج والمنتج المنفذ والكلام ده كله. لا نكيل بمكيالين، اللي يسري هنا يسري هنا، لا نعاير بمكيالين. ده احنا مش حابينه خالص بالظبط. وفي نفس الوقت ما تبقاش بناء على حكمك الشخصي. صحيح. يعني انا مش احابي لحد فاقول لا معلش فوت لها المره دي، معلش ده حلو اللي هي بتعمله، دي ممثله مشهوره بقى بعديها، معلش لا بقى ايه قله الادب دي، لا احبس لي البت دي بقى خلاص كده، ما طالعه على التيك توك مش لحكم هاتها من قفاها. مش لحكم فرد مش الشخصي. اهواء، انا مش عايزين المواضيع تتبع لاهواء الناس، ودول كويسين ودول وحشين، لا في رولز يعني نمشي عليها. شكرا. حط لي ايه الحاجات اللي تخدش الحياة، ايه الحاجات الغلط انها تتعمل، ايه الحاجات اللي احنا ممنوع الناس تتكلم فيها، حتى لو في اي حاجات سياسية او في حاجات يعني تتبع الدين او في حاجات تتبع حاجات معينة. لو عايزين نحط رولز لكل الناس تتكلم فيها نعمل كده وتبقى محددة. انما هتسيب السايب على السايب يبقى تسيب لكله. وتمشي بقى زي ما بيقولوا على الامير والغفير، زي ما بيقولوا تمشي علينا كلنا. يبقى انا كده احس بالمساواة، واحس ان انا لما انا بقدم حاجة نظيفة وكويسة غيري كمان بيقدم حاجة نظيفة وكويسة، فانا لما اخش اتفرج عليه ما بقاش انا قلقان وانا داخل اتفرج يا ترى هو هيقدم ايه. يا ربنا يستر ويعدي على خير وما افطرش عليه النهاردة، او اولادي يتفرجوا على حاجة مش كويسة، او اولادنا كلنا يا رب ان شاء الله يحفظهم كلهم. لو في حاجة انتوا شفتوها وعجبتكم رشحوها لنا، وبرضو رشحوها لكل الناس اللي متابعينا عشان يشوفوها معانا. بالظبط، اكتبوا لنا في الكومنتات، واللايك والسبسكرايب. ما تنسوناش بقى في اللايك والسبسكرايب وفعلوا واللي مشاهدش حلقة الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا هتتعرض هنا دلوقتي هنا اوكي. دوسوا على الفيديو اللي هنا شغلوا اتفرجوا على الفيديو ده بس. فيها مساعدات في رمضان هتعجبكم جدا، مهمة جدا، فشوفوها علشان اللي حابب يعمل حاجة زي كده يستفيد منها. بالظبط. نشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.